اليوم سوف نتكلم عن الشدة المستنصرية، وقبل أن نثبت أكذوبة هذا المجاعة المزعومة سوف نذكر أولاً المذكور من المؤرخين عن الذي حدث في هذا المجاعة. فلنبدأ. المشهد الأول من الشدة المستنصرية. من شدة الجوع أن الناس أكلوا الكلاب والقطط عندما عز أكل اللحوم الطبيعية من أبقار وحيوانات مثل الدجاج أو الأرانب، وكان ثمن الكلب الواحد 5 دنانير والقط 3. المشهد الثاني من الشدة المستنصرية. اشتد الأمر حتى صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويأكله ولا ينكر ذلك عليه أحد من الناس، وصار الناس في الطرقات إذا قوى القوي على الضعيف يذبحه ويأكله. المشهد الثالث من الشدة المستنصرية. ذكر ابن إياس في زمن تلك المجاعة أن طائفة من الناس جلسوا فوق أسقف البيوت وصنعوا الخطاطيف والكلاليب لاصطياد المرة بالشوارع من فوق الأسطح، فإذا صار عندهم ذبحوه في الحال وأكلوه بعظامه. المشهد الرابع من الشدة المستنصرية. ذكر أن وزير البلاد لم يكن يمتلك سوى بغل واحد يركبه، فعهد بالبغل إلى غلم ليحرسه، إلا أن الغلم من شدة جوعه كان ضعيفا فلم يستطع أن يواجه اللصوص الذين سرقوا البغل، وعندما علم الوزير بسرقة بغله غضب غضبا شديدا، وتمكن من القبض على اللصوص وقام بشنقهم على الشجرة، وعندما استيقظ في الصباح وجد عظام اللصوص فقط لأن الناس من شدة جوعهم أكلوا لحومهم. المشهد الخامس من الشدة المستنصرية. كان بمصر حارة تعرف بحارة الطبق، وهي معروفة بمدينة الفسطاط، كان فيها 20 دارا، كل دار تساوي 1000 دينار، فأبيعت كلها بطبق خبز، كل دار برغيف، فسميت من يومئذ بحارة الطبق. المشهد السادس من الشدة المستنصرية. ذكر المقريزي أن سيدة غنية من نساء القاهرة ألمها صياح أطفالها الصغار وهم يبكون من الجوع، فلجأت إلى شكمبية حليها وأخذت تقلب ما فيها من مجوهرات ومصوغات، ثم تتحسر لأنها تمتلك ثروة طائلة ولا تستطيع شراء رغيف واحد، فاختارت عقدا ثمينا من اللؤلؤ تزيد قيمته على 1000 دينار، وخرجت تطوف أسواق القاهرة والفسطاط فلا تجد من يشتريه، حتى أقنعت أحد التجار بشرائه مقابل كيس من الدقيق، واستأجرت بعض الحمالين لنقل الكيس إلى بيتها، ولكن لم تكد تخطو بضع خطوات حتى هاجمته جحافل الجياع فاغتصبوا الدقيق، وعندئذ لم تجد مفرا من أن تزاحمهم حتى اختطفت لنفسها حفنة من الدقيق وعجنت حفنة الدقيق وصنعت منها أقراصا صغيرة وخبزتها ثم أخفتها في طيات ثوبها، وانطلقت إلى الشارع صائحة: الجوع الجوع، الخبز الخبز. والتفت حولها الرجال والنساء والأطفال، وسارت معهم إلى قصر الخليفة المستنصر، ووقفت على مصطبة ثم أخرجت قرصا من طيات ثوبها ولوحت به وهي تصيح: أيها الناس، فلتعلموا أن هذه القرصة كلفتني 1000 دينار، فالدعوة معي لمولاي المستنصر الذي أسعد الله على الناس بأيامه وأعاد عليهم بركة حسن نظرة، حتى تقومت علي هذه القرصة ب1000 دينار. المشهد السابع من الشدة المستنصرية. قبض على رجل كان يقتل النساء والصبيان ويبيع لحومهم ويدفن رؤوسهم وأطرافهم، فتم قتله. واشتد الغلاء والوباء حتى أن أهل البيت كانوا يموتون في ليلة واحدة، وكان يموت كل يوم على الأقل 1000 نفس، ثم ارتفع العدد إلى 10,000، وفي يوم مات 18,000. وكان المستنصر يتحمل نفقات تكفين 20,000 على حسابه، حتى مات ثلث أهل مصر، وقيل إنه مات 1,600,000 نفس، ونزل الجند لزراعة الأرض بعد أن هلك الفلاحون. وقد مرت الشدة المستنصرة بعدة مراحل طوال سنوات الجفاف، بدأت بعد بيع المجوهرات والكنوز لشراء القمح بشراء وأكل الكلاب والقطط، ثم أكل الموت من القبور، ثم أكل لحوم الأحياء من الأطفال والغلمان والضعفاء من القوم. المشهد الثامن من الشدة المستنصرية. في قصر المستنصر وصلت الأزمة إلى المستنصر نفسه، فلم يعد لديه دواب في الحظيرة، وصار يبيع رخم قبور آبائه وأجداده من أجل الحصول على الطعام، ووصل الحال أنه أصبح مدينا بحياته لابنة أحد الفقهاء التي أطعمته تصدقا برغيفين يوميا. مات ثلث سكان مصر، وبيعت بيوت ثمينة لشراء رغيف الخبز، وطحنه المجاعة الشعب بقوة، لم يستطع الخليفة التحمل. وآخر شيء بعد 7 سنوات عجاف أنفاض النيل، وانقشعت هذه الغمة. وهذا المذكور في كتب التاريخ، وبعيد عن تأثيرهم بقصة النبي يوسف والذي حصل في مصر القرآن من 7 سنوات عجاف. لكن دعونا نثبت أكذوبة هذا المجاعة.
الشدة المستنصرية أكذوبة تاريخية تم الترويج لها لأسباب سياسية ومذهبية. في الحقيقة مصر اقتصادياً كان من المستحيل حدوث مجاعات فيها في الماضي لعدة أسباب. أولاً، مصر كان عدد سكانها تاريخياً من 2 إلى 3 ملايين مع كل مساحة الأرض الزراعية، فكانت توجد وفرة زراعية وفوائض كبيرة. ثانياً، عرف المصريون تخزين الحبوب منذ آلاف السنين لمواجهة نقص مياه النيل أحياناً. ثالثاً، كانت مصر المعبر التجاري لتجارة آسيا وأوروبا حتى قبل قناة السويس، حيث كان يتم تفريغ حمولات السفن في مواني مصر في البحر الأحمر ونقلها بالقوافل حتى البحر الأبيض والعكس. وكانت الحكومات المصرية تحصل على رسوم كبيرة مقابل هذا، بالإضافة إلى ما ينفقه التجار خلال رحلتهم في مصر، بما كان يصنع رواجاً اقتصادياً. ولم يكن طريق رأس الرجاء الصالح اكتشف بعد، فلم يكن هناك بديل لتجارة العالم البحرية عن مصر. رابعاً، كانت مصر فيها مناجم ذهب ومعادن وموارد طبيعية كثيرة، والذي كانت تتاجر بها مع العالم. خامساً، كانت مصر في أغلب المراحل مركز الإمبراطورية، فكانت ضرائب في بلاد مجاورة يأتي جزء منها لمصر. سادساً، كانت مصر قوة بحرية تسيطر على البحر الأحمر وشرق المتوسط، وتدفع لها السفن التجارية رسوماً مقابل الحماية. كل هذه الموارد كانت مع عدد سكان محدود، فكانت مصر دولة غنية. صحيح، كان يوجد فقراء مثل كل البلاد، لكن كان من المستحيل وصول البلاد إلى مجاعة، لأن الغذاء موجود، وفي حال نقص الإنتاج الزراعي يمكن استخدام المخزون وكذلك الشراء من دول أخرى، خاصة مع وجود فوائض مالية دائما من مصادر أخرى. سادساً، الشدة المستنصرية حدثت عام 455 هجري ولمدة 9 سنوات، وتوفي المستنصر بالله عام 487 هجري، أي ظل 23 عاماً بعد نهاية المجاعة. فهل من المنطقي أن يظل حاكم الدولة قوي ومسيطر لهذه الدرجة وهذا الزمن الطويل، أم أن المجاعات لهذه للدرجة تضعف الحكام وتسبب الاضطرابات؟ سابعاً، الوزير بدر الدين الجمالي قضى على المجاعة بسرعة، فلو كان الشعب يأكل بعضه لدرجة أكل بغال الخليفة لأكل جنود الجمالي ولأكل الوزير الجمالي نفسه، لكن سيطرة الجمالي بسرعة يعني لم تكون هناك مجاعة، بل كان اضطراب وانفلات الوضع الأمني. ثامناً، عصر المستنصر بالله معروف لدى المؤرخين بأنه عصر نهضة علمية، وكثيراً من الفنون والعمارة وصك العملات حدثت في عهده. فلو وصل الحال بالمجاعة لهذا الحد وهو أكل البشر، سيتطلب عدة عقود لإنجاز هذه النهضة، وليس بمجرد قضاء الجمالي عليها يحدث للنهوض. تاسعاً، الناس في المجاعات لا يأكلون لحوم البشر، لأن هذا الفعل يعبر عن مرض نفسي أو بالوراثة القبائلية وعدم استقباح الفعل نفسياً ودينياً، بل يلجؤون لأكل كائنات أخرى أو الاستسلام للجوع والموت. عاشراً، كافة الوثائق والمخطوطات المعاصرة لتلك الحقبة التاريخية لم تذكر هذا الأمر ولم تشر إليه أو إلى إمكانية أو احتمالية حدوثه. أشهرها وثائق جنيزة الخاصة بمعبد بن عزرا اليهودي، وهي مخطوطات ووثائق معاصرة للحكم الفاطمي والأيوبي، تتضمن حوالي 200,000 وثيقة لم تذكر هذه المبالغات مطلقا أو تشير إلى حدوث أكل لحم البشر بين المصريين. والمخطوطات محفوظة بمكتبة جامعة كامبريدج ببريطانيا. 11. أول ذكر لأكل لحوم البشر في الشدة المستنصرية كان من المؤرخ عبد اللطيف بن يوسف البغدادي المتوفى عام 629 هجري، وكتب ذكرياته عن المجاعة بعد حدوثها ب150 عام، وهي فترة طويلة في ظل انعدام التوثيق وشيوع الأكاذيب والخرافات الشعبية هذا الزمن. 12. جاء المقريزي في القرن 9 هجري وسجل ما قاله البغدادي دون تمحيص وتوثيق، ثم ابن إياس في القرن 10 هجري نقل عن المقريزي أيضا دون تمحيص وتوثيق، علما بأن البغدادي كان عراقيا وعاش معظم حياته خارج مصر، والأرجح أنه زار مصر وكتب فيها كتابا عن آثارها التاريخية، ونقل كثيرا من الشائعات والخرافات الشعبية عن حضارة مصر القديمة. 13. حدثت مجاعات كبرى في العصر الحديث لم يأكل فيها الناس لحم البشر، منها مجاعة الاتحاد السوفيتي والصين ومات فيها أكثر من 70 مليون إنسان، ومجاعات الهند وبنجلاديش ومات فيها أكثر من 10 مليون إنسان، غير مجاعات أفريقيا. لم يثبت في أي من هذه المجاعات أن لجأ الناس لأكل بعضهم، وهذا أكبر دليل من الواقع المشاهد على ما كان يحدث قديما،
وأن مجاعات الأجداد تبدأ وتنتهي مثل مجاعات الأحفاد. أما الكلام عن الشدة المستنصرية فهو كلام مضحك لأي عاقل، لدرجة أنهم قالوا إن رغيف الخبز كان يباع ب15 دينار. هل من يملك 15 دينارا ذهبيا سيكون في مجاعة؟ أليس في مقدوره أن يشتري بيهم أطنان قمح من دول أخرى مثلا؟ والمشكلة أن مؤرخين زمان كان يتصفون بالمبالغة والتخويف والتهويل لجذب انتباه القارئ بجملة افتتاحية تشويقية لشراء الكتاب والمتابعة ولنيل السمعة الاجتماعية والحظوة السياسية. فأرجو عدم ترديد فرية أكل المصريين لبعضهم في الشدة المستنصرية دون تفكير، فما ورثناه من المؤرخين يشبه حكاوي الأجداد وخرافات الأقدمين أحيانا.